النهارده اعرفك ازاي تقدر تجيب الباكج ده وازاي كمان تفعل خاصيه الاعلانات عندك في الحساب. فيلا بينا ندخل على الفيديو النهارده. يلا بينا يا شباب. في الاول كده يا شباب حابب اقول لكم لو دخلنا على الباكج هنلاحظ مفاجاه كبيره. داخل الباكج معانا عمر مرموش باسلوب الادفانسد سترايكر وبيلعب مركز الهجوم. تفاصيل عامه عن الباكج عشان تكون عارف ايه اللي موجود. عدد اللعيبه اللي موجوده في الباكج 56 لاعب، 3 ايبك و8 هايلايت. كمان من ضمن تفاصيل الباكج يا شباب زي ما انتم شايفين 11 ساعه والباكج يخلص. هو تقريبا بينزل 16 ساعه للباكج الواحد. كمان من ضمن التفاصيل مكتوب فوق انليميت درو، يعني سحب اكتر من مره، بس على الباكج ده مكتوب تحت ليك مرتين عشان انت ليك 16 ساعه في الباكج لما بينزل، وكل فتحه بتقعد 8 ساعات، يعني ما بين كل فتحه وفتحه 8 ساعات. ولو دخلنا على تفاصيل الباكج يا جماعه هنتفاجئ بحاجه غريبه، ان مكتوب المده من 24/4 لغايه 15/5، فالمده دي تقريبا اكتر من 21 يوم. طب ازاي 21 يوم ومكتوب على الباكج فوق كده اللي هو 16 ساعة او 10 ساعات اللي باقيين لي من ساعة ما الباكج ده نزل، فاضل له 10 ساعات ويتغير؟ طب هل هيتغير بواحد تاني؟ امال مدة ال 20 يوم دول هيبقى فيها ايه؟ فيها باكجات تانية في ايه؟ هل الباكج ده هيتكرر مرة تانية؟ فده ما حدش عارفه، ولكن ان انت ليك فتحتين كل 8 ساعات فتحة، يعني في الباكج الواحد تقريبا بتفتح فتحتين بس. تمام. طيب كمان في هدايا تانية يا شباب. لو خرجنا بره خالص برضو عن طريق الاعلانات هتلاحظ ان في اعلانات موجودة في الصندوق، يعني دخلت على الصندوق كده هتلاقي في اعلان زي ما انت شايف، بتضغط عليه تتفرج برضو على اعلان وبعد كده يجي لك هديه. فتعالوا نجرب كده نعمل سحب. انت بتضغط كده يا جماعه عشان اقدر اعمل التفتيح، وبعلم هنا لازم ضروري ان انت تعلم هنا وبتوافق على اللي يحصل اللي هو الاعلان يتعرض. تمام. هنا كده بنتظر الاعلان يتعرض، فزي ما انتم شايفين يعني خارج السيرفر، فبنجرب برضو مفيش، الكود وقع. بتفضل تجرب اكتر من مره لغايه لما يظهر اعلان، فبيقوم جاي لك الفتحه، وبعد كده بيبدا يحسب لك تاني 8 ساعات عشان تقدر تشاهد اعلان تاني وتفتح تاني. فما بين كل اعلان واعلان 8 ساعات عشان تبقى عارف. تمام. طيب هنيجي بقى للسؤال المهم، ازاي اظهر الباكج ده عندي او افعل ميزه الاعلانات عندي هنا في الحساب دوت؟ بص يا جماعه، كل اللي عليك ان انت تتاكد. اول خطوه ان انت تدخل على سبورت وتدخل هنا في المكان ده وتخلي دي اون. دي اول حاجه. تمام. لازم تتاكد ان انت مفعل دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي نازله في بعض الاماكن او بعض السيرفرات زي المغرب. لو انت شفت هنا انا مفعل حساب على المغرب، ده حساب جديد وانا مفعله على المغرب. وفي بعض اصدقائنا كتبوا لنا في الكومنتات ظهر في تونس وفي الجزائر وفي تركيا، فمعنى كده انها نسخه تجريبيه، فما تقلقش خالص، احتمال كبير انه يظهر عندك من غير ما تعمل اي حاجه وما تغيرش السيرفر. ولكن لو انت محتاج ان انت تعرف ازاي تقدر تغير السيرفر لدوله تانية قول لي وانا اعمل لك فيديو مخصوص ازاي تقدر تغير السيرفر. بس خد بالك عشان في ناس برضو في المغرب ما ظهرلاش، بس زي ما فهمتك في الفيديو انها ميزه تجريبيه، فما تضطرش ان انت تغيرها دلوقتي. وخد بالك ده حساب جديد، بس بصراحه اي حساب جديد بعمله على المغرب بيظهر الميزه دي، فمش عارف الموضوع بقى موضوع الحساب الجديد ده. بس كده، هو ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدت بمعلومه، والى اللقاء في حلقات قادمه.